انا في الفيديو ده بقى جاي اوفر عليك تعب ومشاكل كتير قوي كان ممكن تحصل، من هو بقى الزن ووجع الدماغ، او انا ما بقتش حساك زي الاول، بشويه حاجات ونصايح هديها لك تخلي مراتك تحبك او تكون منجذبه ليك لاطول فتره ممكنه، او يمكن دايما. اول حاجه بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، و90% من الرجاله بيقع فيها، ان مراتك لما تيجي تشتكي تديها حلول. تقول لي طب ما انا مراتي جايه تشتكي لي، طب ما هو طبيعي ان انا اديها حلول. اقول لك يا عزيز الرجل، البنت اصلا مش زيك، يعني مراتك لما تيجي تشتكي ما بتبقاش اصلا عايزه حلول منك الا نادرا قوي. امال هي بتبقى عايزه ايه يعني؟ بتبقى عايزه منتهى البساطه انك تسمعها وتتعاطف معاها. الموضوع بسيط جدا، لان انت ممكن تلاحظ ان مراتك لما تيجي تشتكي لك او تحكي لك عن موقف معين، لما تقاطعها في الكلام او تبدا تديها حلول، تحس انها جالها نوع من الاحباط شويه، تحس انها شويه قفلت منك كده، وانت طبعا ما بتبقاش فاهم. انت كراجل وظيفتك انك تدي حلول، فانت لما هي تيجي تشتكي لك بتديها حلول وتلاقيها وشها اتغير كده، ما بتبقاش فاهم اي حاجه. وده لان البنت بطبيعتها بتحب لما تيجي تشتكي الراجل بتاعها يتعاطف معاها او يسمعها تكمل للاخر. تفضل بس تخليها هي تفضل تتكلم مع نفسها كده وهي هتهدى لوحدها. وكمان معظم الرجاله بيعملوا مشاكل بسبب الموضوع دوت، انه يفضل يزعق لها او يقول لها كفايه او انت رغايه، كل دوت بيبوظ علاقتها. هي بس اللي محتاجاه منك انها تتكلم وانت تسمع. ويا سلام بقى لو انت تعاطفت معاها، يعني لما تيجي مثلا تقول لك على مشكله ما تديهاش حلول. عارف انت لما تيجي تشتكي لك فعلا والله ده حصل ازاي ده بالمنظر ده، او يعني مش لازم تعمل زي، خليك انت بقى كرييتيف. بالمختصر كده جيت كرييتيف وزد. وتاني نقطه، وهي النقطه اللي البنات بيزعلوا منها لان هم بيفهموها غلط طبعا، وهي الشك. ما تشتكيش كتير، ما تحكيش لمراتك عن مشاكل، لان في بنات بتقول انا احب جوزي يجي يشاركني مشاكله دايما، في الاخر لما يحصل كده هي بتطلب الطلاق. قبل ما تطلب الطلاق جاذبيتك هتقل قدامها. والشكوى هنا بقول بطريقه الشكاء البكاء، يعني انت كده لما تيجي من الشغل مثلا تبدا تحكي لها مشاكلك وانت ضعيف ومهزوم كده، وانت على وشك غير بالدنيا والاخر. الست لما تلاقيك كده دايما بتشوفك ضعيف، ولما تشوفك ضعيف جاذبيتك هتقل قدامها. فتعود كده لما تشتكي يا اما تشتكي لربنا وده الاحسن طبعا، او لو انت عايز تشتكي لحد بقى يبقى اشتكي لمامتك، امك هتستحمل. ممكن بقى في ستات تقول لي انت راجل جاهل وما بتفهمش حاجه. ليه يا ست الكل الغلط ده؟ علشان بمنتهى البساطه اللي انت ما تعرفوش ان النبي راح للسيده خديجه واشتكى لها قبل كده. اشتكى لها امتى وازاي؟ ساعه ما سيدنا جبريل نزل عليه الوحي اول مره، ساعه ما راح قال لها زمليني زمليني عليه الصلاه والسلام. هقول لك ايوه الموقف ده صح، بس اولا احنا هنا بنتكلم عن سيد الرجال، بنتكلم عن النبي اللي ما فيهوش غلطه لا في جسمه ولا في شكله ولا في شخصيته ولا في اخلاقه ولا في دينه. النبي ذا بيرفكت مان، احنا بنتكلم عن سيد الرجال. فانت عايزه السيده خديجه بعد الموقف دوت تشوف النبي قليل؟ ده اولا. ثانيا بقى ان الموقف اصلا يستاهل، ده النبي شاف حاجه غريبه قوي وملك نازل له نزل عليه الوحي، والموضوع كان صعب قوي، الموضوع دوت اصلا بعيد عن استوعاب العقل البشري، فالموضوع اصلا يستحق. ثالثا النبي عملها مره واحده بس، يعني مش كل مره النبي هيروح السيده خديجه ويفضل يعمل معاها الحركات ديت. واعيد واكرر الموقف كان فعلا يستحق، والنبي اصلا هو قوي. ولازم كمان ما تبوظش الصوره اللي انت كنت راسمها في الخطوبه واللي هي كانت واخداها عنك. تقصد ايه بقى بالكلام دوت؟ اقصد ان انت ما ينفعش لما كنت في فتره الخطوبه كنت عامل فيها الجاني والراجل الجامد والموضوع ده كله، في الاخر لما تيجي تتجوز تقعد لها بالبوكسر المخرم في البيت، هيبقى شكلك حاجه غريبه قوي. تقول لي طب ما هو بيتي لازم اخد راحتي فيه. هقول لك ايوه انا فاهمك، بس انت لازم تفضل شكلك كويس قدام مراتك عشان مراتك ما تفصلش منك. انا مش قصدي انك تقعد بالبوكسر في البيت، ده حاجه غلط، دي مراتك او انت حر، بس على الاقل البوكسر يبقى شكله حلو. طبعا انا ما اقصدش الموضوع ده غلط لان ده بيتك ولازم تاخد راحتك فيه، لكن على الاقل لو هتقعد بالمنظر دوت لازم بيبقى شكلك حلو برده وانت قاعد، ما تبوظش شكلك قدامها. بس بقى الحركات الغريبه بتاعت انت تفضل تقرع قدامها، تفضل تحط ايدك في مناخيرك قدامها ودايما بتعمل الحركات ديت، في الموضوع دوت مع الوقت هخلي مراتك تفصل منك للاسف. فلو هتنضف مناخيرك لو سمحت يبقى في الحمام، ولو هتقرع يبقى مش جنبها. مفيش حاجه اسمها مراتي واحنا خلاص خدنا على بعض. طبعا الحاجات ديت لو حصلت من غير قصد او نادرا او مش دايما يبقى خلاص، بس نصيحتي خد بالك. وبرده لما تيجي تتاوب يبقى حط ايدك على ابوك. طبعا الحاجات ديت لو بتحصل نادرا او مش بشكل متكرر يبقى عادي، بس برده خد بالك. يا ابني انا عايز مصلحتك يا ابني، اسمع الكلام. النقطه دي بقى ممكن تبدو غريبه لبعض الرجال، وهي انك لازم تتزين لمراتك زي ما هي بتتزين. تزين ازاي يعني؟ بعدين روز بيجيب لي حساسيه. انا ما اقصدش نعم؟ روز بيجيب لك ايه؟ انا مش هكمل. مش هكمل. خلي بالك انت كل ما هتزعله وانا راجع اكمل في الاخر، بس ما علينا سامح المره دي، الراجل فهمك غلط وبعدين يجيب لك حساسيه دي. المهم ان اقصد بالتزين هنا ان لبسك يبقى
تبقى نوعا ما يكون كويس دايما قدام مراتك. يعني دايما شعرك يبقى كويس، دقنك تبقى مظبطها. طبعا ما اقصدش انك دايما تبقى عامل كده، اقصد انك ما تقعدش فترات طويله كده قدام مراتك عشان مراتك ما تفشلش منك. اني لا احب ان اتزين لمراتي كما هي تحب ان تتزين لي. فالتزين مثل الستات بس زي ما انت فاكر، انت كمان لازم تبقى حلو في عيون مراتك. يعني اهتم بشكلك، ظبط شعرك، ظبط دقنك، البس لبس كويس في البيت. الموضوع بسيط، لان معظم الرجاله فاكره ان التزين دوت للستات بس، وانها تفضل قاعده متبهدله في البيت وتلبس اللي هي عايزاه ومستنيين مراتاتهم تفضل معجبه بيهم. لا، فوق للواقع بقى، ودوت مش واقعي وللاسف مش هيحصل. نيجي بقى للجزء بتاع العلاقه في السرير. اولا زي ما احنا عارفين البنت مش زيك، يعني انت كراجل ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جايز 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنه. لكن البنت مش كده، البنت محتاجه الاول عشان تدخل في المود لازم تقعد تتكلم معاها ويبقى في مقدمات، يعني تبصها بصه خفيفه، تهزر معاها شويه، لان البنت فعلا بتبقى محتاجه الحوار عشان تعرف تستمتع معاك في العلاقه كزوج. لكن الشغل اللي هي بتبقى واقفه في المطبخ وتجيبها من شعرها وترميها في الاوضه ده مش هياكل معانا هنا. ونيجي بقى للجزء المهم اللي هو بعد العلاقه. لما تخلص العلاقه مع مراتك اتعود كده انك بعد ما تخلص ما تديش وشك الناحيه الثانيه على طول وتنام، لان الموضوع ده بيحسسها انها قليله قوي وبيزعلها عشان هي بتحس انك خدت غرضها منها وخلاص كده انت مش محتاجها خلاص. او ممكن بقى تعمل اسوأ، انك اول ما تخلص انك تقوم وتسيبها لوحدها في الاوضه تعمل بقى اللي تعمله، ما اعرفش انت رايح تعمل ايه، وبرده ده بيحز في نفسيتها قوي. فانت المطالب بعد ما تخلص العلاقه انك تقعد معاها شويه، لان الراجل بيوصل لاعلى درجه من الرومانسيه اثناء العلاقه نفسها او قبل العلاقه، بعد كده بيهدى شويه. لكن البنت العكس، بتكون هاديه شويه في الرومانسيه قبل العلاقه، وبعد العلاقه مشاعرها العاطفيه بتكون في السما. ولو انت عايز تنام او مستعجل قوي يبقى بصها بصه خفيفه، يبقى طبطب عليها، تقول لها كلام حلو قبل ما تقوم عشان ما تحسسهاش انها مجرد جسم وخلاص. صدقني الموضوع دوت هيفرق معاكم قوي وهنقلل المشاكل والطلاقات اللي مالهاش لازمه. مراتك لو طلبت منك حاجه فوق طاقتك ما تجيبلهاش ولا حتى تقسط لها. تقول لي ليه؟ طب ما كده بدلعها هو هتحبني والموضوع جميل. هقول لك لا، مش هتحبك ولا حاجه وهتعودها على مستوى معين، بعد كده لما تقلل المستوى دوت هتقول عليك بخيل. فانت ما تجيبش حاجه فوق طاقتك وما تفضلش تقسط كتير، لان انت لو قسطت كتير ده هيأثر على حياتك الماديه وحياتها هي كمان. فبسبب الاقساط لا تعرف بقى لا تفسحها ولا تجيب لها حاجات كويسه ولا تجيب لها لبس جديد ولا تفضل تجيب لها هدايا، لان القسط هيدمرك. فتعود انك ما تجيبلهاش حاجات بالاقساط كتير، وانت بقى فهمها قول لها اجيب لك بالقسط ولا الفلوس تبقى معايا كل شهر وافضل بقى اوديك المكان المعين واجيب لك الحاجه الفلانيه علشان البيت يستقر وما يبقاش في ازمه ماديه في البيت. خلاص حلو قوي، يبقى انا مش هجيب لها اي حاجه خالص. نعم مش هجيب لها اي حاجه. ثانيه واحده. مش عشان انا قلت انك لازم تخلي بالك وما تجيبلهاش حاجات بالقسط يبقى تقفل حرفيا نهائي، لان الست موتها وسمها الراجل البخيل، بتكره الراجل البخيل، بيخنقها، بتعوز تجيب الراجل البخيل ده كده ففي فرق انك تجيب على قد امكانياتك وفي فرق انك ما تجيبش حاجه خالص. ولازم تتعود كمان او تعرف ان البيت هو مملكه الست والشارع هو مملكه، لان انت على طول بره علشان بتشتغل، الا بقى لو انت بتشتغل في البيت دي حاجه ثانيه. فاتعود ان البيت هي مملكه الست. فحضرتك لما تيجي من الشغل وتلاقي حاجه اتغيرت من البيت واتحطت في مكان ثاني يبقى سيبها ما تزعلهاش، خليها تحرك الحاجات من البيت براحتها، لان البيت هو مملكتها. لازم البنت او الست تبقى مرتاحه نفسيا في البيت اللي هي عايشه فيه. فانت كده كده اصلا مش بتقعد في البيت كتير، وبعدين اكيد يعني هي هتغير حاجات بسيطه، لان انت لما تيجي من الشغل اكيد يعني مش هتلاقي الانتريه جوه الثلاجه او هتفتح الحله هتلاقي النجفه جواها، مش هيحصل كده، ما تقلقش، هتبقى حاجات بسيطه قوي. او مثلا انت جاي من الشغل هتلاقي مراتك جايبه نقاشين وناس عاملين يهدوا الحيطه لا اكيد مش هتعمل كده، اكيد هتبقى حاجه بسيطه سيبها على راحتها. هيفرق كتير. ولازم كمان انك ما تقفلهاش على الواحده، لازم تعدي كتير. يعني في حاجات كده الرجاله بتفضل تقفلها على مراتاتها حاجات مالهاش لازمه، لو عديت هتبقى احسن. فانت لو قعدت تقف في مراتك على الواحده وفضلت تزعلها كتير هتقل في نظرها. لازم لما تقفلها على حاجه او تقول لها ده غلط او تزعلها لازم الموضوع ده يبقى ليه قيمه عندها، لان الحاجه لما تكتر قيمتها بتقل. فانت لازم تكون نادرا او فوق النادر لما تزعلها او تنتقدها. وطبعا طبعا طبعا مش هتمد ايدك عليها نهائي. هتقولي طيب ما هو في ضرب في الاسلام، اقول لك في ضرب في الاسلام بس ده في الاخر خالص لما يكونش فيه نتيجه، او الضرب اصلا ما بيبقاش ضرب، ده انت بس بتمد ايدك عليها كده عشان تقول لها اللي بتعمليه ده غلط وانا على فكره متضايق قوي وانت وصلتينا لكده. مش الضرب اللي في دماغك ده خالص، ان انت تشيلها وتعملها حركه الاندرتيكر وهي تطلع فوق السرير وتنط عليك، الموضوع ده مش حلو. ولا قبل كده واحد بيحكي بيقول مراتي لما اشتمها بتشتمني ترد لي كل حاجه بالظبط، اديها قلم تديني قلم، اديها بنيه
تديني بنيه، ده اللي هو اللهم صل على النبي. شفت بقى البيت ده وصل لايه؟ انا بقى مش عايزك توصل للمرحله دي. واياك ثم اياك تعتذر الا لو انت كنت غلطان. لازم ما تعتذرش الا لو انت غلطان. مفيش حاجه اسمها اعتذر حتى لو انت مش غلطان، كده مراتك برضو هتقل في نظرها. لان لازم الاعتذار بتاعك يبقى ليه قيمه. لازم لما تقول انا اسف او حقك عليا يبقى حاجه ليها قيمه، تفرح لما تسمعك. لكن كل ما هي تغلط تقول لها انا اسف، معلش، انا اسف، انا اسف، انا اسف، انا اسف، مش هنخلص كده. الاسف بتاعتك دي مش هيبقى ليها قيمه. ولازم ما تنساش اهم حاجه انك لازم تقول لها كلام حلو، لان انت لو عملت كل الحاجات دي وما قلتلهاش كلام حلو الست برضو مش هتفضل منجذبه، لان هي بتحتاج الكلام دوت. لان زي ما احنا اتفقنا الراجل بعينيه والست بودنها. الراجل بيشوف البنت حلوه وبيفضل يقول لها بقى انت حلوه ايه القمر دوت، فالبنت تفهم. الموضوع بالبساطه دي. ولو انت متضايق من الاضاءه او المايك فلو سمحت ادعمنا لو تقدر، ومش تستعمل لايك وسبسكرايب.